يوم الخميس الجاي في اجتماع للبنك المركزي المصري واللي هيحدد فيه سعر الفايده. يمكن الاجتماع دوت الاجتماع اللي قبل الاخير. الاجتماع ده بيتزامن مع حاجه مع مراجعه صندوق النقد الدولي وهي المراجعه الرابعه. في كلام طلع كتير الفتره اللي فاتت، وهل هيحصل تعويم؟ سعر الدولار هيوصل لكام؟ حصل كلام على مرونه سعر الصرف، حاجات كتير جدا جدا حصلت. طب هل هيحصل في الاجتماع ده حاجه جديده؟ ده اللي احنا هنشوف مع بعض بعد الفاصل. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا معاكم محمد العسال من القناه اللي تخص البنوك. يعني عايز اقول لك ان انا كنت بتفرج كده على التحليل بتاع القناه كده امبارح، واتفاجئت ان 80% من الناس اللي بيتفرجوا علينا مش مشتركين، فده رقم كبير جدا جدا. فاستاذنك تعمل لنا اشتراك في القناه مع تفعيل خاصيه الجرس، لان ده بيفرق معانا جدا جدا وبيدعمنا. يلا بينا نخش في الموضوع على طول. هنلاقي ان الاجتماع دوت الاجتماع اللي قبل الاخير، وهنلاقي ان البنك المركزي المصري زود الفايده مرتين بس السنه دي، المره اللي بتاعت شهر 3 والمره اللي قبلها بتاعت شهر 2. هنلاقي ان البنك المركزي المصري مثبت سعر الفايده دلوقتي على رقم كبير، وهو كام؟ 27 وربع، 28 وربع. ده الايداع طبعا والاقراض. طيب البنك المركزي هيعمل ايه بقى؟ يعني تخيلنا كده ايه اللي هيحصل خلال الاجتماع الجاي. اول حاجه البنك المركزي بيبص عليها وهي التضخم. استاذ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري كان اتكلم قبل كده، يعني في مؤتمر كان بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على ان اكبر يعني مرض بيصيب اي اقتصاد وهو التضخم، وان هو لو ما اتحاربش هيفضل ياكل في الاقتصاد وهيوقع الاقتصاد. وقال لك ان انا تركيزي خلال الفتره اللي جايه مش سعر الصرف، سعر الصرف ده خلاص هيبقى متروك، انا مركز عليه وهو التضخم. فمعنى كده ان قرارات البنك المركزي كلها اللي حصلت خلال الفتره اللي فاتت كلها بناء على ايه؟ على التضخم. يبقى ساعتها نيجي نبص على اخر احصائيات التضخم حصلت خلال اللي هو شهر اكتوبر، ونقارنها بشهر سبتمبر، ونشوف هل فعلا هيحصل حاجه ولا لا. حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء ان التضخم زاد بنسبه 26.5% بعد ما كان 26.4%. ده تضخم في المدن، يعني ما زادش غير بارقام بسيطه جدا جدا جدا. وفي اجمالي مصر التضخم زاد من 26.3% بعد ما كان 26%. ونيجي نسال السؤال، طب الارتفاع دوت حصل ليه؟ طبقا للبيان عشان خاطر حصل زياده في اسعار سلع وخدمات الثقافه ب 48.2%، وزياده في اسعار قسم الرعايه الصحيه ب 31.3%، وده لما نقارنه بالشهر نفسه السنه اللي فاتت. وحصل زياده في اسعار السلع وخدمات النقل ب 30.2%، وده على اساس سنوي. ونلخص طبعا الموضوع ده في ايه؟ انت في شهر 10 حصل زياده في اسعار البنزين والسولر. معروف ان سعر السولر لما بيزيد كل حاجه بتزيد في مصر، توصل لحد الاكل اللي انت بتاكله، لان الجرار اللي هو يعني شغال في الارض الزراعيه دوت بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على السولر. بس البنك المركزي المصري خلال يعني لو جينا رجعنا مثلا بيانات اللي هي من 6 شهور مثلا، يقول لك ايه؟ ان التضخم هيقل خلال الربع من السنه، واحنا في الربع من السنه. طيب التضخم ما قلش ليه؟ بص يا سيدي، خلينا نتكلم ان البنك المركزي قال لك كده جمله مهمه جدا جدا في البيان بتاعه، ويمكن ما حدش خد باله منها قوي. قال لك ان هو برده في مخاطر اللي هي ايه؟ اللي هي اصلاحات السياسه النقديه لوزاره الماليه. طب يعني ايه اصلاحات السياسه النقديه لوزاره الماليه؟ يعني ببساطه شديده الزيادات بتاعت الكهرباء والبنزين والسولر والكلام ده كله دي من ضمن الاصلاحات. فطبعا انت النهارده كبنك مركزي شايف ان الوضع عادي، ان هو المفروض ايه؟ التضخم يقل. بس لو حصل الدوله قررت ان هي ايه؟ تزود سعر السولر، الدوله قررت ان هي تزود سعر البنزين، ايه اللي هيحصل؟ لازم التضخم يزيد. فبناء على كل المعطيات دي ان التضخم زاد خلال الشهر اللي فات واللي قبله، معنى كده ان البنك المركزي ما يقدرش يعمل حاجه في سعر الفايده، لازم يفضل في سياسه تشديد النقدي، لازم يفضل مثبت سعر الفايده لحد ما يشوفوا الدنيا ماشيه ازاي. ونيجي للسؤال الثاني، هل البنك المركزي المصري هيغير سعر الصرف؟ وده يعني سؤال اتطرح كتير خلال الفتره اللي فاتت، وناس كتير اتكلمت وقال لك هيوصل 60 جنيه و70 جنيه وارقام كده ايه؟ كبيره جدا جدا. طب تعالوا نشوف اصل الحكايه ايه، يعني ليه حصل كده؟ اللي حصل ان في مستثمرين كتير ضغطوا على صندوق النقد الدولي وقالوا ان ايه؟ ان مصر مش عامله سعر الصرف مرن، عامله ايه؟ مثبته سعر الصرف، وهي كده متحكمه في سعر الصرف، وده ايه؟ ده غلط. فابتدى الكلام يطلع من هنا ان قال لك سعر الصرف متثبت بقاله فتره، بيلعب ما بين ال 46 ونص لحد ال 49 ونص، ما بيتحركش بره الرقم ده. فعشان كده لما طلع الاخبار ديت ابتدى ايه؟ الكلام بقى ايه؟ ده خلاص كده هنضطر مع المراجعات الجايه هنضطر ايه؟ يعني نغير سعر الصرف تاني. بس الدوله او دوله رئيس الوزراء قال لك لا، ما فيش تغيير في سعر الصرف خلال الفتره اللي جايه. وكمان صندوق النقد الدولي قال لك ان سعر الصرف مرن وما فيش ايه؟ ما فيش تدخل من الدوله. وده ايه؟ تصريحين مهمين جدا
جدا. حاجه مهمه جدا جدا واللي تكلمك هل فعلا هيحصل ولا لا، كان السؤال دوت اتسال لاستاذنا الكبير استاذ هشام عز العرب رئيس مجلس اداره البنك التجاري الدولي. طيب لما المذيعه كده سالته انت شايف ان ده السعر العادل ولا لا، وهل هيحصل تغيير في سعر الصرف ولا لا، قام رد عليها رد بسيط جدا جدا، قال لها والله هو سعر الصرف ده متروك للعرض والطلب، وقال لها انا ما عنديش حد بيجي يطلب مثلا تدبير لاي سلعه الا لما انا بدبر، يعني البنك عندي بيدبر اي حاجه مطلوبه. فمعنى ان هو البنك انت بتخبط على بابه وبيدبر، يعني معنى كده مفيش نقص في الدولار. معنى ايه ان مفيش نقص في الدولار؟ معنى كده ان مفيش تغيير كبير في سعر الصرف. وهنلاقي برضو ان اخر بيانات للبنك المركزي المصري ان صافي الاصول الاجنبيه في البنوك المصريه معديه ال 10 مليار دولار، وده للشهر الثاني على التوالي. خلي بالك انت كنت بتتكلم قبل كده مثلا من 8 شهور ولا 9 شهور ولا سنه مثلا بتتكلم ان يعني صافي الاصول الاجنبيه كان بالسالب بال 30 مليار دولار. فده يدل على ايه؟ يدل ان الدنيا ماشيه ومستقر. ده كده كان كل راينا في الموضوع بكل بساطه شديده جدا جدا. يعني هنتظر اجاباتكم في التعليقات، هل البنك المركزي المصري هينزل سعر الفايده ولا هيثبتها؟ ده اللي انا هتابعه معاكم في الاجابات. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعملها لايك وشير مع اصحابك عشان يعرفوا، وطبعا السبسكرايب ده مهم قوي قوي عشان القناه يعني تدعموا مجهودنا، واشوفكم في فيديو جديد. شكرا ليكم.